السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش بكومنت حلو لايكات اكتر. معاكم قناة فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج الحمل. بس قبل ما نبتدي حبايبي يا ريت كده نصفي النية وندي لنفسنا طاقة ايجابية. نسمي بسم الله ونصلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ان شاء الله برج الحمل. قراءتك النهاردة بتاريخ 7 مارس 2023 يوم التلات. ما نلتزمش خالص بالتاريخ بقدمهولكم مصداقية للقناة، ولكن طاقتك مفتوحة ليك. طبعا لا يعلم الغيب إلا الله. قراءة تنطبق على الجنس رجل امرأة وكل الأعمار. القراءة بتكون عامة وليست خاصة. يلا بينا نحط لايك نحط كومنت حلو. كمان يا برج الحمل في قناة تانية ليا باسم السعادة والهنا، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في وصف الفيديو. بعد إذنك بإذن دعمها باللايك والاشتراك. بس يا برج الحمل شايفة ان للبعض منكم في حاجة انت مش عارف تقوم بيها، مش عارف انك انت هتكون صح ولا غلط او فشايفة انك انت توكلت على الله فيها. يعني انا جت صح صح غلط غلط حسب ما ربنا ما يريد. دي في شيء زي ده انت فيه، او انك انت محتاج حاجة زي كده. يعني لو انت حاجة تفكيرك تعبك او من ناحية شيء انا اعمل ايه فيه ومشتت ويتوكل على الله، سيبها على الله. في هنا اسم نورهان. اسمك اسم شخص تعرفه، اسم تقابله في الايام القادمة. بص يا برج الحمل، خد بالك لان في عرض اتعرض عليك او انه يتعرض عليك يعني بغرض الوقعات، اني يوقعك ازاي مش فاهمك. طيب هو في حد اداك عرض او انه يديك عرض بانه فرصة واو مفيش يعني بعد كده اتنين، ولكن العرض ده او اتعرض عليك او انه يتعرض عليك خد بالك حرص. يعني مش ان احنا نكون اندفاعيين او كده ونكون مستسلمين زيادة عن اللزوم كده قوي، يعني نكون ساذجين. لا خد بالك، خد بالك يا برج الحمل، لان في اشخاص مؤذيين كتير. يعني في اشخاص مؤذيين كتير بان يوضح لك ان حاجة فرصة ولكن هو بيوقعك فيها. برج الحمل، ابتعدت وتركت كل الحقاد. برافو عليك، ابتعدت وكل الحقاد عنك. طيب وبعدين هتروح لهم تاني يا معلم. فشايفة انك انت بعد ما عرفت حقاد ممكن يكون ان الحقاد دول يكونوا ظهروا لك ما كانوش ظاهرين، او يكونوا ما كانوش ظاهرين قوي بان حقاد قوي قوي. فشايفة اني ابتعدت يعني، وشايفة ان في بعد وفي حاجز وكده، ولكن شايفة ان في هنا حاجة قربتك تاني او انها تقربك تاني. طب ازاي يا هنا؟ معرفش، اسأل نفسك. انت نفسك مش هتكون عارف ايه السبب. تمام. طيب برج الحمل شايفة اني في ابتعاد كان عن اشخاص او عن شخص او ايا كان، لان البعض منكم بتنطبق معاك اشخاص والبعض منكم ينطبق معاك شخص، يعني مش كلنا واحد. طب تمام، كان في خصام، كان في زعل، كان في خلاف، كان اللي كان فشايفة اني شايفة اني برج الحمل اني في هنا طاقة رجوع برضو موجودة، بس فيها حدود. فاهمين؟ فيها حدود، او انك محتاج بقى تحط حدود. يعني لا اما ان انت واعي لنفسك كده وحاطط حدود، او انك انت هتكون في حدود، او تكون بقى توعى لنفسك ويكون لك في حدود. في حدود بقى ما ترميش نفسك كده وجميل قوي وحلو مع اشخاص زي كده. يعني الاشخاص دي انت اتلدعت منها كتير قوي زيادة عن اللزوم، يعني زادت قوي بقى عن حدها. تمام. فانا شايفة انك انت
لا، تعمل حدود في التعامل، الحد والمصلحة. خلاص انت حطيت اكتر من خط احمر، ما بقاش فيه خط، القلم خلص، فخلاص بقى كفاية كده. شايفة انك انت في طاقة زي ديت. بص يا برج الحمل، انا شايفة كلمة رجولة موجودة عندك، اذا كنت امرأة او اذا كنت رجل. يعني ايه؟ يعني شايفة انك انت لو كنت طبعا رجل برج الحمل، فانت رجل، يعني الرجولة مش بعيدة عنك يعني. فانا شايفة ان لو انت امرأة برج الحمل، فشايفة انك انت بتتعاملي برجولة، بجدعنة، بفاهمين. فشايفة ان يعني كلمة موجودة. شايفة ان هنا في ممكن يكون من ناحية مساعدة، من ناحية وقفات، من ناحية حاجات زي كده، او ممكن تكون في مجهودات زيادة عن اللزوم. فشايفة ان في طاقة زي دي موجودة عندك. في حاجة فات الأوان فيها، أو إن ممكن يفوت الأوان فيها يعني، بس بنسبة قليلة. يعني ممكن تكون أنت حاجة جوه منك بتقول بعد إيه، بعد فوات الأوان حصل، أو إنه يحصل، أو إن يكون إن للبعض منكم في حاجة أنت شايفها إن هي مش هيحصل فيها فوقان إلا لما هيحصل، لما هتكون فات الأوان. فاهمين انتوا حاجة زي كده؟ وشايفة ان البعض منكم في طاقة زي دي، هي مش بنسبة كبيرة، بنسبة قليلة، ولكن الطاقة موجودة وهي قوية. على فكرة كلمة رجوع موجودة كتير، وده ممكن يكون الرجوع ده في قرارات، أو ممكن يكون الرجوع ده لشخص أو لمكان، بس هي متكررة كتير. تعالى طب كده نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج الحمل. اديك فرصة كده تحط اللايك، تحط الكومنت. فيديو بينزل بدون اشعار، دعم الفيديو بتاعك باللايك والاشتراك بليز يعني بعد اذنك. طاقة برج الحوت موجودة. ايه حكاية برج الحوت؟ هو لافف على كل الابراج؟ طيب، شايفة ان طاقة برج الحوت موجودة هنا، او ممكن يكون في شيء كان بينك وما بين برج الحوت، اذا كان ايجابي او سلبي. ما هو بص بقى يا برج الحمل، لا اما انت بتسعى على تجمع، لا اما في حد بيسعى على تجمع. انا شايفه في كلام كتير قوي من ناحيه تجمع. هل انت بتتكلم كتير عن ناحيه تجمعك بحد او بشخص او بكين؟ ممكن بقى يخصك عاطفيا، يخصك ايا كان يخصك ايه. بس شايفه ان في كلام كبير قوي، كلام كتير قوي من ناحيه شيء زي ده في تجمع. طب هل انت شايفه ان في سعي لتجمع؟ هل انت اللي بتسعى او حد بيسعى؟ هل انت اللي بتسعى ان يكون في تجمع، او حد بيسعى بان يكون لك تجمع مع حد، او تجمع معاه هو؟ في انتقادات، شايفة ان في تجمع، في انتقادات ليك. ازاي؟ يا هنا، مفيش ده، لا مفيش حد بينتقدني معاك. مظبوط كلامك. البعض منكم اللي فيه انتقادات فعلا وهو عارفها، والبعض منكم لا مفيش انتقادات. بس عايزه اقول لك بقى اللي هو يعني حاسس بان لا مفيش انتقادات، محدش بينتقدني. حتى لو انت شايف ده، لا هو في انتقادات من ورا ظهرك. بس الانتقادات ديت ايه اقول لك انا، الانتقادات دي ملهاش اي 60 لازمه. هو اشخاص بيضحكوا على نفسهم، او شخص بيضحك على نفسه، او اشخاص بتضحك على نفسها بان هي عايزه تنتقدك. حتى لو كان في ظهر انا غلط، انت غلط، هي انتقادات وخلاص، انها تقلل منك، بالرغم انها ممكن تكون ما تقدرش انها تتكلم قصادك. بس في انتقادات يعني اذا كان في ظهرك او في وشك،
وفي الحالتين بجحين. يعني ايه؟ يعني بجاحة اذا كانت مباشرة او في ظهرك، متعود على ده، طز، مفيش اي مشكلة. ولكن انا شايفة ان في انتقادات موجودة في فنجانك، وانا واثقة في ده، لاني واضح لي ده قوي وبقوة. تمام. بس في انتقادات ليك اذا كان في ظهرك او في وشك، في انتقادات. بس شايفة انك انت شايف يعني لو كانت مباشرة ليك فانت بتاخد الانتقادات ديت هوا، ولا كأني، لان انت عندك ثقة زايدة في نفسك، وعارف انك انت شخصية. ايا كان ايه الانتقادات في شكلك، في او في عملك، او انتقادات دي في ايه بالظبط، في كلام او لا، انت عندك ثقة في اي حاجة من دي، او عندك ثقة بالفعل يعني انت. فالانتقادات دي بتاخدها هوا، وبتاخد ان الشخص اللي بينتقدك ده انت عارف ان هو انت قد كده اهو قصادي، فما بتشغلش دماغك. يعني الانتقادات ما بتشغلكش. بعض منكم لا بتشغله قوي، بس بكل قليلة. بكل قليلة، ما تقنعنيش برج الحمل بكل قليلة منكم ان الانتقادات تشغلك. لا، ما تشغلكش. لانك انت لما الشخص بينتقدك وبينتقدك بقلة ادب وذوق وقلة ذوق، انت بتعرف تديله على دماغه قوي، بطريقة شيك. ويعني الشخص، لان لو كان الشخص ده كان عايز يستفزك بانتقاداته، فانك انت بتوصل له لا، ده هل هو اللي بيستفز، هو اللي بيستفز ليه؟ لان بعضكم بتاخد الانتقادات دي في تجاهل، انت مش مهم اصلا، او بتاخد انتقاداته بايه، باني انت انت ما بتعرفش تتكلم، او انك انت اصلا مش مهم، او انك انت اصلا مش حاطه، فبتتجاهل او بتتجاهل اصلا الانتقادات، بتعمل نفسك انت مش شايفها، برغمك ان انت حاسسها وعارف ان الشخص ده بينتقدك، وان الشخص ده عايز يكون فيه انتقادات، بس انت بتجاهلك بتستفز الشخص ده. طب لو البعض كله ما بتتعاملش كده، يا ريت تتعامل كده، يا ريت تتعامل كده، لان كل المحيطين بيك ايا كان في عمل او من عائله او محتاج التجاهل. والله محتاج التجاهل يا برج الحمل، صدقني. برج الحمل، شايفة اني في حد، الشخص ده مش عايزك تكون في هدوء. ازاي؟ شخص مش عايزك في هدوء، مش عايزك تكون مرتاح، مش عايزك هادي، مش عايز اعصابك تكون هادية، مش عايزك هادي. طب بيتمنى لك ده، ولا هو الشخص ده في مكايد منه، او في حاجات منه؟ فانا شايفة ان في حاجة زي كده. تمام. مع البعض منكم بنسبة 2%، ولا كأني قلت حاجة، لانها هتنطبق بقلة قليلة منكم. طب شايفة هنا في طاقة اعترافات، في حد اعترف لك بشيء، او انه هيعترف لك بشيء، او انه يكون العكس. بس في اعترافات، وشايفة ان من خلال الاعترافات دي في خيرات وفي خير، يعني كويس. يمكن تكون كنت بتمر مثلا بتعب او حاجة، بانك آه تكون يعني كنت في ضيقة، تعبان او حاجة نفسيا او بس شايفة انك انت لا، هتكون في خير ان شاء الله. برج الحمل، حرف ال A وال T موجودين. حد ظلمك، او حد يكون ساء الظن فيك من ناحية حاجة انت ما عملتهاش، فيا ويله، يا ويله يا سواد ليله، في ان هو يظلمك، او ان يجي عليك، او ان هو يسوء الظن فيك سيء. شايفة ان للبعض منكم كان سوء الظن كان مباشرة، ولكن انت اخدته بكل هدوء، وده مش من طبعك. من طبعك ردود افعال قوية، ولكن كمجرد سوء الظن فيك، يعني مش 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 بقولك انت هتشوف ايه اللي هيحصل من كمجرد سوء الظن فيك. او حتى يكون ممكن يكون مش سوء ظن، بس ممكن يكون ظلمك من ناحية امر، من ناحية شيء،
وقع عليك ظلم، عمل لك مكيدة وظلمك، أو إن هو شخص يكون وقعك في ظلم، أو إن شخص جه عليك، أو شخص اتهمك، أو إيه، كل ده ظلم. أكل حقك، أو إيه، كل ده ظلم. فيا ويله يا سواد ليله اللي جه عليك أو إنه هيجي عليك. بعض منكم هيقول لي ده أنا مستوي يا هنا من الظلم، ومفيش أي حاجة بتحوق في أي شخص من اللي أذاني. ومين قالك؟ اصبر. ومين قالك ده؟ الصبر جميل، الصبر مفتاح الفرج. خليك مقتنع كده إني حقك هيجيلك، وانت حاطط رجل على رجل، ومش أول مرة هقولها، أنا يمكن بقولك كتير اصبر. طيب برج الحمل، بكده انا خلصت قراءتك. طمنوني عليكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو متنسيش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالنهاية انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق في حياتكم. تزوروني في قراءة فنجان جديدة. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. باي باي.